البصل متكرمل. حمست لي بصلتين مع زيت زيتون وحطيتهم بالجدر هذا صاروا بنيين. اول ان وان كوكر من فيليبس، هو مثل جدر الضغط بسوي فيه مقلوبه او مقلوبه. وحلو هذا نون ستيك ما يلزق فيه شيء. راح اصف هالخضره داخله، انا طابخهم بالفرن نص ساعه عشان يستوون بالجدر ويا العيش يصيرون بنفس الوقت. بديان، فلفل احمر، زهره وجزر وقرع. فوق البصل راح احط عيش منقع نص ساعه. اخلطهم مع بعض واحطهم فوقهم. حطيت لي زعفران وراح اطحنه. ماكو صار بودر خلاص انطحن. بصب فوقه ماي خلطه صار احمر كذي. تعال هني قدام الكاميرا واسقي الزعفران فوق العيش. اسكر عليهم، اقفل، اطق الصح مرتين خلاص. الحين راح يشتغل الضغط. لا ما حطيت ماي. نسيت احط الماي. اهم شيء بالطبخه لازم احط ماي يغطي العيش. عاد انتم مو تنسون يعني. بس انا كنا لازم اقصر الماي لانه هو جدر ضغط. صبيت ماي لما صار بالضبط على كاس العيش مو فوقه، لان هذا مع الضغط راح يستوي اسرع. اقفل مره ثانيه، اطق الصح، اختار المده اللي ابيها، انا ب 15 دقيقه، ومره ثانيه الصح بيقفل. وبس تخلص مده الطبخ راح تبدي تنسم كذي وبس تتبطل وتتقدم. طلع الجدر، احط هذا فوق هذا، يا رب ما يفلت مني. بسم الله. يتزين بالمكسرات. وبعد في دياي مسوي بالفرن يتقدم ويا هذا. انت تبي صدر؟ لذيذ. في بس ملح وفلفل وزيت والفرن. بالنسبة حق العيش بسبة البصل اللي تكرمل صار وايد طعمه شكر بس لذيذ، ولازم ازيد ملح لان البصل صار شكر نفس الكراميل يعني. لكن مع الملح صار عجيب. وايد لذيذ. خلاص أذن نصور هالفير الساعة 4:15. بالنسبة حق جهاز فيليبس اللي استخدمته بالطبخة، استخدام وايد سهل، بس تبطلونه وتطقون هذه يتبطل. تسوون طبختكم تخلصون، لما تبون تسوون الضغط تصكونه وتقفلون وتطقون هذا الصح مرتين، بس تجيسونه بيقفل وياكم ويبلش يسوي الضغط. وبالنسبة حق استخداماته وشنو ممكن يسوي لكم كل هالاشياء: لحم، الدياي، البط، الخرفان، السي فود، واي تعليمات ممكن تحتاجونها راح تحصلونها باللزقة هذه الموجودة على الجهاز من فوق. وممكن تسوون داونلود حق ابلكيشن اسمه نوتريو اللي هو مال اجهزة فيليبس، في طبخات حق كل اجهزتهم تحصلونها بالتطبيق هذا.